كيف الحال يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معايا في جولة فجرية يعني تمام. يا رب تستمتعوا معايا. وانا ماشي لقيت الجميلة دي. بصوا يا جدعان عامله ازاي، ممكن اخد بيها صورة الغلاف. على جوجل محطوط ان الفرع ده فاتح بلبن. على جوجل ماب لسه ما غيروش ان هو اغلق يعني. فطلع الموضوع ان فروع بلبن ما قفلتش في الرياض بس، لا دي قفلت تقريبا يعني في كل السعودية. اللي مفكر ان الموضوع موضوع تسمم يعني والكلام ده، ان 26 حالة تسمم حصلت وكده، فلا الموضوع مش كده خالص. الموضوع اعمق واكبر واخطر واكبر من كده بكتير. الموضوع ببساطة ان السعوديين هنا بيقولوا على اللبن حليب، هو ده اللي حصل باختصار. فما ينفعش حد يفتح فرع بلبن ويبيعه بالحلا. فاهمين القصة عاملة ازاي؟ طبعا بهزر يا جماعة. هو الموضوع محزن ان يبقى فيه براند مصري كان ناجح بالشكل ده وفتح في اكتر من دولة عربية، ان هو يتقفل. بس لعله خير يعني، لعلهم يراجعوا اشتراطات الاغذية اللي عندهم والكلام دوت، وان شاء الله يرجعوا يفتحوا تاني ويبقوا اقوى من الاول بكتير. ده يا جماعة وانا ماشي هنا في الدمام، لقيت ميدان اسمه ميدان السيف الأجرب. وده السيف السيف بيتهز. يا ريت السعوديين يقولوا لنا معنى السيف الأجرب ايه. الدمام ليلا ساحرة بصراحة. أنا أول مرة أتجول بعمق في الدمام. بص يا صديقي، ده حاجة اسمها الممشى الصحي، دي زي فقاقيع كده طالعة في الأرض، وبيقول لك أنت إيه لو مشيت عليها بتبقى ليها فوايد معينة، بس بشرط إنك أنت تمشي حافي أو بالجوارب. فإحنا إيه هنمشي حافي. أوكي. بيقول لك الفوائد بقى: يعمل على تحسين الدورة الدموية، الحفاظ على توازن الهرمونات، تحسين امتصاص الجسم للعناصر الغذائية، تنشيط أعضاء الجسم، تحسين وظائف الجهاز العصبي، تجديد خلايا الجسم، طرد السموم من الجسم، تحقيق التوازن للجسم، حرق الدهون في الجسم، تخفيف الاكتئاب والتوتر، يساعد على الاسترخاء والتقليل من اضطرابات النوم، تقليل الصداع وتخفيف التعب، تحفيز الجهاز العصبي والهضمي، تحفيز الطاقة الحيوية وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم. نجرب كده معانا، نقول بسم الله. شايفين اصلا المنظر يعني منظر عامل ازاي؟ بس هو الايه، بصوا انا حافي اهو عشان بس ما تقولوش ايه. هو المشي يا لهوي ايه ده. طبعا دي في درجة الحرارة المرتفعة يعني، احنا عشان لسه بعد الفجر فالدنيا ايه جميلة يعني. شديد. يا لهوي. بصوا هنا بقى بيقول لك ايه، بيقول لك كل حتة انت بتدوس عليها بتعالج حاجة معينة او بتنشط حاجة معينة.
طبعا خريطة صعبة جدا، طبعا خريطة صعبة جدا، محتاجة اسبوع عشان اقرا الحاجات اللي فيها. بس مؤلمة جدا ومش سهلة خالص انك انت فعلا ايه انك انت تمشي عليها، بس اهي تجربة، نجرب شيء جديد. كده احنا خلصنا نص راوند، نخلص بقية الراوند. اوف يا جدعان، يا لهوي، شديدة جدا. مش سهلة خالص، مش سهلة خالص، يا لهوي. انجزنا المهمة بنجاح. تقول لي حسيت بيها، اقول لك ما اعرفش.